تخيل نفسك بتحفر في الارض عادي ولقيت خزنة بالشكل ده. الراجل ده لقى كده بالظبط، جاب الحبل بتاعه وطلعها من مكانها وحاول يفتحها، معرفش، اخدها ونقلها جنب مكان علشان فيه العدد. قعد يفك المفصلات بالشكل ده ويقطع المفصلات بالصاروخ زي ما احنا شايفين. طبعا الراجل متخيل ان هيلاقي كنز جوه، واي حد هيلاقيه خزنه بالشكل ده هيفكر بكده. حاول يفك المفصلات برضه ما فتحتش، جاب المعدات الاتقل علشان يفتح الخزنه وفضل وراها بالشكل الغريب العجيب ده، ومتخيل اللي هو هيلاقي كنز. بس هو فعلا ممكن يلاقي فلوس متلتلة زي ما احنا عارفين، بيلاقوا كده في الخزن، وفي خزن ما بيلاقوش فيها اي حاجة، وفي خزن بيلاقوا فيها شوية اوراق ملهاش اي 30 عايزة. المهم خلينا في المهم ونشوف الخزنة دي بتاعت الراجل المرزق ده هيلاقي ايه جواها. انا متخيل اللي هو ممكن يلاقي اموال طائلة، يا ريت نشوف. فضل وراها بالشكل الغريب العجيب ده علشان تفتح، مش راضية تفتح. ما تفتحي بقى، افتح يا سمسم. يحاول يفتح، افتح يا سمسم. انا شفت فلوس. انتوا شفتوا فلوس؟ انا شفت فلوس. وريني الفلوس. اموال طائلة، اموال طائلة. طلع لنا، افتح ام الخزنة دي، يلا انجز نشوف فيها ايه. حب الفضول انتوا عارفين ده موجود عند كل الناس. ولقى فلوس متلتلة وبالدولارات يا معلم. مرزق والله، عقبالنا. عقبالنا.